حبايبنا طلاب الصف الثالث الابتدائي. النهاردة معادنا مع الدرس الثاني من الوحدة الرابعة بعنوان helping hand. كمان عندنا درس phonics صوتيات. الكلمات اللي معانا قدامنا من الشمال كلمة sunny مش miss، draw a picture يرسم صورة، smile at يبتسم، knee ركبة، play on the swing يلعب على المرجحة، feel better يعني يشعر بتحسن. other words nice لطيف أو جميل، city park حديقة المدينة، scary movie فيلم رعب، و because يعني لأن. بعد كده تصريفات الأفعال عندنا يساعد يعني help، يبتسم يعني smile، يبكي يعني cry، وهنا لو عايزين نحولهم لماضي بنزود ed في أول كلمتين، وكلمة cry بنحول الواي ل I ونزود ed. الأفعال الغير منتظمة اللي شكلها بيفضل ثابت أو بيتغير زي كلمة fall يسقط هتبقى fell، hurt يؤذي أو يؤلم هتبقى hurt، stand up يقف هتبقى stood up، يقول say هتبقى said، draw يرسم هتبقى drew، رسم، feel يشعر هتبقى felt. بعد كده يجي دور ملاحظات اللغوية linking words كلمات الربط اللي بتربط بين الجمل أو الكلمات. أول كلمة هي كلمة then يعني ثم. to talk about what happens next بنستخدمها للحديث عن اللي هيحصل بعد كده، زي مثلا Sarah played on the swings. سارة اتمرجعت على المرجحة، then بعد كده she fell وقعت. كلمة but يعني لكن to talk about something different للتحدث عن أشياء مختلفة أو أفكار متناقضة. مثال she was hurt but her friend helped her، يعني كانت متعورة لكن صاحبتها ساعدتها. بعد كده كلمة and بمعنى و to add more or join لتربط بين فكرتين أو تضيف معلومة. مثال her friend helped and Sarah felt better، صاحبتها ساعدتها وسارة حست إن هي أحسن. بعد كده للسؤال عن مشاعر شخص في موقف في الماضي بنستخدم what did زائد اسم أو ضمير زائد feel when عندما أو after بعد زائد اسم أو ضمير زائد الفعل في الماضي. رقم 3 how did اسم أو ضمير زائد feel when أو after زائد اسم وضمير زائد الفعل في الماضي. وعشان نجاوب على السؤال ده نستخدم التكوين ده اسم أو ضمير زائد was أو were على حسب الفاعل، felt زائد صفة زائد when أو after زائد الاسم أو الضمير زائد الفعل في الماضي. أمثلة how did you feel when you went to the zoo؟ الإجابة هتبقى I was excited when I went to the zoo. المثال الثاني what did Sarah feel when she fell؟ She felt sad and scared. بعد كده نيجي نعمل check up exercises تمارين على الروابط. رقم 1 I like pizza but I don't like burgers. 2 we ate lunch then we went shopping. رقم 3 عمر is tall and he can play basketball. 4 first we visited the zoo then we saw the animals. 5 we went swimming and played football. 6 I wanted to play outside but it was raining. بعد كده هندرس جمل عن الدرس. رقم 1 Sarah went to the park because she was bored. رقم 2 she drew a picture with her pencil.
رقم 3 she was happy and smiled at her friend. رقم 4 she fell and hurt her knee. رقم 5 her friend helped her stand up. رقم 6 now she was tired but she felt better. بعد كده يجي دور النص. النص بعنوان a helping hand يد المساعدة. One sunny day Sarah went to the park because she was bored. She she drew a picture with her pencil. She was happy and smiled at her friend. Then she fell and hurt her knee. Sarah felt sad and scared. Her friend helped her stand up. Sarah said, "Thank you," and smiled again. Now she was tired, but she felt better. بعد كده يجي دور الصوتيات. حرف السي ينطق مثل حرف الاس، يعني ينطق س. لو جه وراه الحروف واي اي او اي، زي كلمة مدينة city، وجه face، دراجة bicycle، قلم رصاص pencil، تلج ice، لطيف nice، وعملة cent. حرف السي يتنطق زي صوت حرف الكي ك. لو جه وراه حرف الاي الاو اليو، زي كلمة cat، كلمة cold، كلمة cup، وكلمة duck. دلوقتي معادنا مع الاكتيفيتيز، التدريبات على الدرس. أول سؤال أكمل المحادثة complete the dialogue. عندنا كلمة fall sad و feel. عمر بيقول what did you feel when you fell. مروان قال له I felt sad. رقم B نهى how did you after your friend helped you how did you feel. يبقى رقم 2 feel. رينا قالت I felt happy. السؤال الثاني الاختياري رقم 1 I went to the club because I was أنا رحت النادي علشان أنا كنت bored زهقانة أو ملانة. رقم 2 it was a day so we played outside عشان كده لعبنا برا، يبقى أنا كنت الجو كان sunny see مش miss. رقم 3 Rhonda picture of her family with a colorful pencils. عايز أقول رنا رسمت صورة لعيلتها بالألوان الرصاص الملونة، يبقى see drew. رقم 4 while أحمد was running لما أحمد كان بيجري he fell هو وقع and his knee ركبته، يبقى a hurt. رقم 5 children on the swing at the park last weekend لعبوا على المرجحة عطلة الأسبوع اللي فات، يبقى played عشان في كلمة last يعني الماضي، وعلشان كده بنختار فعل في الماضي. رقم 6 yesterday هنا yesterday يعني امبارح بتدل على الماضي، يبقى أكيد هنختار فعل في الماضي، يبقى هنختار stood. Yesterday علا fell up but she stood up quickly. رقم 7 I ate a sandwich and orange juice yesterday. أنا أكلت ساندويتش وعصير امبارح، يبقى شربت be drank. رقم 8 three years ago من 3 سنين فاتوا، هنا كلمة ago بتدل على حاجة في الماضي. my uncle to أسوان عمي traveled be سافر لأسوان. السؤال اللي بعده رقم 3 اقرأ وأكمل النص بالكلمات اللي قدامنا nice swing drew city. It was a sunny morning. Ali went to the park يبقى city park with his friend سمير. They played on the لعبوا على and laughed لعبوا على swing المرجحة. علي not a picture صورة، يبقى علي رسم drew of the park.
سمير smiled at him and said سمير ابتسم وقال له that's nice. يبقى الاختيار الأخير nice. علي felt happy and excited. السؤال الرابع اقرأ النص وجاوب على الأسئلة اللي قدامك. النص بيقول ليلى went to the park with her family. They ate sandwiches and drank juice. Suddenly, the wind took Layla's hat away. She ran after it, but she fell. Her dad found the hat on the tree and put it back on her head. Be careful, he said, as Layla smiled at him. It was a very nice day. أول سؤال بيقول ليلى lost her in the park. ليلى ضيعت إيه في الحديقة؟ يبقى see hat الطاقية بتاعتها. رقم 2 Layla's helped her get the hat back. مين اللي ساعدها يرجع لها الطاقية؟ be dad. السؤال الثالث where أين ليلى where did Layla go with her family؟ راحت فين مع عائلتها؟ يبقى راحت السطر الأول بيقول ليلى went to the park راحت الحديقة with her family. رقم 4 how was Layla's day؟ ازاي كان يوم ليلى؟ يا ترى كان وحش ولا حلو؟ آخر جملة بتقول it was a very nice day كان يوم رائع. رقم 5 reorder هنعيد ترتيب الكلمات عشان نكون جمل صحيحة. عندنا الجملة الأولى هنبدأ بمريم يبقى مريم felt sad when she fell. رقم 2 هنبدأ بداليا. داليا fell and hurt her knee. رقم 3 هنبدأ بشي. She played on the swing. رقم 4 هنبدأ بهدى. هدى felt sad and scared. ورقم 5 هنبدأ بher. Her friend helped her stand up. السؤال السادس علامات الترقيم. أول جملة معانا الاس هتبقى capital لأنها بداية الجملة وفي نهاية الجملة full stop. رقم 2 الاس هتبقى capital وفي نهاية الجملة هيبقى فيه full stop برضو. آخر سؤال هو الباراجراف عنوان helping hand يد المساعدة. عندنا كلمات زي friends help play. وهنا الطالب هيكتب جمل بسيطة على قد ما يقدر بمساعدة المدرس أو ولي الأمر.